وإذا لحن العبد في الفاتحة فإن لحنه يجيء على إحدى حالين. الحال الأولى أن يلحن لحنا لا يغير المعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. هنا لحن ولا ما في لحن؟ لحن. ما هو؟ سكون التاء. والحال الثانية أن يقرأها على وجه يغير المعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا إذا قال صراط الذين أنعمت صار المراد مؤنث، والآخر إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم من صار المنعم؟ هو لله سبحانه وتعالى. فإذا غير اللحن المعنى بطلت الصلاة في أصح القولين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا صلى العبد وجب عليه أن يحرص أن تكون قراءته الفاتحة دون لحن أن يغير المعنى، وإذا وقع لحن يغير المعنى فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها. فلو قدر أنك صليت وراء إمام يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد، ويجب على المأمومين أن يعيدوا صلاتهم، لأن القراءة صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هنا هو الله سبحانه وتعالى.